النهاردة معانا رغيف غريب متغطي بتسلا ومحشو بإكس ومتعفر بحرية التعبير. الراجل اللي بيبعت أقمار صناعية للفضاء قرر يبعت فكرة جديدة للكونجرس الأمريكي. إيلون ماسك عمل حزب، مش حفلة ولا لونش جديد ولا AI يحول الكاتشب لمايونيز، لا، حزب سياسي بجد اسمه أمريكا بارتي. يا ابن اللعيبة يا فاجر. إعلان الحزب جه بعد ما دونالد ترامب وقع على قانون ضخم زود الدين الأمريكي بأكتر من 4 تريليون دولار. فإيلون قال لك هو أنتوا بتطبعوا فلوس كده وخلاص؟ ما أنا كمان أعمل حزب. وكتب على تويتر أو إكس زي ما هو مسميه: النهاردة بيتأسس حزب أمريكا بارتي لإعادة الحرية للشعب الأمريكي. يعني الراجل عامل زي اللي قفش ولاده بيصرفوا فلوس كتير فقال لهم من بكرة أنا هصرف لوحدي. بس ماسك مش بيحب يقرر لوحده، عمل استفتاء على إكس، قال للناس نأسس حزب جديد ولا لأ؟ أكتر من 1,200,000 شاركوا. 65% قالوا له يلا يا عم إيلون حزبها. طيب الحزب ده ناوي يعمل إيه؟ هقولك، جهز نفسك. هيقلل الديون الحكومية بكنترول زد، الله أعلم. هيخلي الحكومة أصغر زي ما صغر علامة التويتر. هيعمل جيش ذكي بالذكاء الاصطناعي زي جيش ترمينيتور بس بسولار بانلز. هيشجع على زيادة النسل لأن عدد سكان الأرض قليل. وحرية التعبير هتبقى مفتوحة للجميع، إلا لو شتمت واحد من الرعاة في إكس، ساعتها البلوك هيجي أسرع من سبيس إكس. بس ماسك ما اكتفاش بخطة، قالك وهنرشح 2 أو 3 للشيوخ و8 إلى 10 للكونجرس ونبقى لسان الميزان. بمعنى أدق هنقعد في نص القطر ونقول للسواق يهدي. ترامب لما شاف ماسك طالع من الصف زعق من بعيد وقال أنا هسحب منك عقود الحكومة. وماسك رد عليه وأنا همول أي حد يسقطك في الانتخابات التمهيدية. يعني بقت معركة بين تسلا وماجا، صراع بين أغنى راجل في العالم وأغضب راجل في العالم. بس نرجع نهدى شوية ونبص على الواقع. أمريكا دي مش تويتر، ومش أي ترند تقدر تلبسه علم وتبقى رئيس. كل الأحزاب التالتة قبل كده راحت فين؟ أهلا بيها في سطر في ويكيبيديا. والنقطة الأخيرة يا سادة، ماسك بيحاول يدخل السياسة بنفس طريقة دخوله للفضاء، بسرعة واندفاع وأحيانا بلا عودة. السؤال الحقيقي هنا، هل أمريكا بارتي ده هيبقى حاجة بجد ولا هو مجرد أبديت في نظام تشغيل الديمقراطية؟ دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني لا أنا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الأصول. دي دخلة إنك لميت وإنهم لميتون.